السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم والمساء. السائب ابن الأقرع الثقفي رضي الله عنه صحابي جليل، دخلت به أمه واسمها مليكة. أمه اسمها مليكة، دخلت به على النبي صلى الله عليه وسلم وكان غلاما صغيرا، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ودعا له. فكيف ظنك برجل يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ويدعو له؟ كيف يكون هذا الرجل؟ فكان رضي الله عنه سيدا من السادة وبطلا من أبطال المسلمين. وقال عنه ابن عباس رضي الله عنه: لم يكن للعرب أمرد ولا أشيب أشد عقلا من السائب، فكان شديد الذكاء قوي الملاحظة رضي الله عنه. ومن ذلك أنه شهد فتح نهاوند، ودخل قصر الهرمزان مع الصحابة، مجموعة من الصحابة والجند دخلوا القصر وأخذوا ينظرون إلى ما فيه من تحف وإلى ما فيه من ذهب وجواهر. ونظر السائب إلى تمثال غزال من عاج قالوا أو كذا، ويعني تمثال من ضمن التماثيل الموجودة في القصر، ولكنه ركز في مسألة معينة. وجد التمثال هذا الغزال مادا يده، فأخذ يدقق في هذا الغزال وينظر إلى الجهة المقابلة. قال: أقسم بالله أنه يشير إلى شيء. وبالفعل توجهوا إلى المكان الذي يشير إليه الغزال، ولمسوا الجدار فوجدوا الجدار يعني مصنوع من خشب أو من مادة ليست من الجدار مثل الجدار، فدفعوها وإذا بها تدخلهم إلى مثل السرداب أو النفق مليء بالمجوهرات والكنوز، فغنموها المسلمين. وكان ذلك بفطنة السائب رضي الله عنه وقوة ملاحظته. وبعثه عمر رضي الله عنه بكتابه إلى النعمان بن مقرن، ثم بعد ذلك استعمله على المدائن وعاش بها ومات بها رضي الله عنه، وله عقب بها. رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، وألحقنا وإياكم بركب الصالحين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.